2016 كان اعلى مواصفات ورا كوريا. العربيه لسه في اول الحجم، شدات اماميه، كشافات مواتير، حساس امامي، حساس اوتومات، مرايات ضم كهرباء، مرايات ترميم، اللي داخل عليها براحتك، بصمه داخليه خارجيه، فتحه سقف. اتفضل كده يا حاج. بسم الله ما شاء الله. تحكم في الازاز والمرايات، ميموري ست، كراسي كهرباء ميموري ست تظبط القعده على القعده اللي قاعد عليها. التحكم في النور الداخلي، نقط عامر في المرايات، تسخين في الطاره، منع انزلاق. طبعا الطاره مالتي كامل، تحكم في الطاره كامل. على فكره انا اول مره اشوف لو المواصفات ملك دي. اول ما تجيب لي هنا قناه 6 ايرباج. طبعا الكراسي جلد. احنا بفضل الله هنا يا حاج بنتميز بالعدادات القليله جدا، يعني العداد دي شرعي 54 45430 كيلو زي ما حضرتك شايف. شاشه، تسخين تبريد في الكراسي 3 مستويات، تبريد ب3 مستويات. عندك الدرايف مود اللي هي انظمه القياده، دي فيها 5 انظمه للقياده، الايكو، الكومفورت، السبورت. هنا حساس الامامي، التسخين والتبريد في الكراسي اللي انا قاعد عليها دي. ده الحساس الامامي، اقدر اشغله واطفيه برضه. وده حساس الاوتو تيكا بريك، اللي هو ايه يعني خد راحه على كل 100 كيلو، انت تقدر تتحكم فيها طبعا. ده من خاصيه العربيه دي، هي فيها منع الحوادث، ما تخبطش حد. المرايات التعتيم، ده مرايه هاي بص تعتيم. الكراسي الخلفيه فيها سخانات، حساسه اوتو بارك. شوف حضرتك هنا 3 دي وصفه نادره جدا وجودها. الخانات الخلفيه ب2 مستويات يعني. حساسات واوتو بارك والكماليات، واسعار مختلفه جدا عن الاسعار اللي بنسمعها بره، وكماليات مختلفه وحالات نادره جدا. فما اماميه يخش البرود ده شيء ده بقول لك مفيمين، هم مفيمين. طب فيهم ده يا حاج بس نازل من بلادها كده. هناك ما بيتكلموش هنا. كسري 2016 اعلى مصر.